السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم آمين يا رب العالمين. إخواننا الله يبارك في الجميع. طبعا بالنسبة للقناة تربية النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين حدث فيها بعض المشاكل، وبنحاول بقدر المستطاع نرجعها مرة أخرى لعلنا نقدر نتواصل ونقدم الدعم زي ما احنا كنا بنقدم الدعم باستمرار. ولكن ربما يكون الفترة غابت من تقريبا أسبوع واحنا بنحاول في المحاولة ديت، وفي بعض الإخوان ربما بيكونوا بيسألوا بعض الأسئلة، ربما يكونوا محتاجين بعض الإرشادات، فقلنا لابد نعمل قناة بديلة إن شاء الله نحاول نرد فيها على الاستفسارات لحد ما القناة التانية يتم إرجاعها. تمام. وبعد كده نقرر إن كنا نستمر في أي قناة فيهم، ولكن لعل الفترة ما تطولش وبعض الإخوان ربما يكون عنده بعض الأسئلة، عنده بعض الاستفسارات، فإحنا قلنا هنتوكل على الله وننشئ القناة البديلة ديت. تمام. ونتمنى من كل أخ وكل صديق في البلدان العربية اللي عليهم صداقة أو مع صداقة مع أخ محمد المصري أو معايا شخصيا، أتمنى الاشتراك لعلنا نقدر نفعل البث المباشر ونتواصل مع بعض. تمام. سواء في استفسارات أو في تم نشر الفيديوهات اللي هي بتاعت أعمال النحال بتاعت كل شهر، الأعمال اللي احنا دايما بنقوم عليها أو الفيديوهات اللي بيتم تصويرها من المنحل. فأتمنى من الجميع بدون ما ننسى أي أحد بالاسم أو بالبلدان العربية كل أصدقائنا، تمام، نتمنى منهم الاشتراك لعلنا إن شاء الله بقدر المستطاع نحاول نفعل البث المباشر بأسرع وقت بإذن الله، لعلنا يكون لنا تواصل زي ما كان في القناة الأخرى تربية النحل في المبتدئين والمحترفين. وإن شاء الله بحاول بقدر المستطاع نرجع القناة الأخرى، ولكن أنا خايف إن ربما الفترة تطول 10 أيام 15 ربما شهر، الله الأعلم. تمام. والله يسامح اللي كان السبب في الموضوع دوت، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فأتمنى طبعا من جميع كل من كان بيتابعنا في قناة تربية النحل إنه يشترك في القناة ديت، وربما اللي ما عندوش علم نتمنى من أحد الأصدقاء برضه يبلغوا أو يعرفوا لعل الجميع يشترك إن شاء الله. تمام. وبإذن الله نحاول بقدر المستطاع نفعل ميزة البث المباشر في أسرع وقت، أو نفعل ميزة نشر الفيديوهات الطويلة بإذن الله أو المساحات الطويلة بإذن الرحمن. طبعا الله يبارك في الجميع. أي أخ أنا بعتذر له سأل على أي سؤال في القناة الأخرى وما تمش الرد عليه، تمام، من 10 أيام حتى اليوم، ده غصب عني. من آخر فيديو تم نشره على قناة تربية النحل للمبتدئين حتى اليوم أنا ما عنديش القدرة أو الاستطاعة أن أنا أقدر أخش، عشان ما حدش يفتكر ان كان الاخ محمد المصري بيتجاهله. تمام. ونتمنى طبعا في معظم الاخوان ربما يكون عندهم رقم الواتساب بتاعي، تمام، واللي سأل سؤال هناك على القناة ربما يسأله في الفيديو هنا في الاسفل هيتم الرد عليه، او يتواصل معايا على الواتساب. تمام. وبعتذر مرة اخرى ربما للتأثير في عدم الرد، ولكن لسبب خارج عن ارادتي، فانا بعتذر عن الشيء دوت، لان ما عنديش القدره ان انا اوصل للقناه، تمام، وارد على اي احد او انزل فيديوهات. وبالتالي اللي انا شفته ان لابد ننشئ القناه دي تكون بديله، لعل لو في احد من الاخوان عنده اسئله يتم الرد عليها نقدر نصور فيديوهات من المنحل او ما شابه ذلك زي ما احنا قلنا في بدايه الفيديو. طبعا الله يبارك فيكم، ده فقط بس تنبيه حبيت انبهه، ومن ثم ان شاء الله هنحاول بقدر المستطاع ننزل فيديوهات الأيام القادمة، سواء للرد على بعض الأسئلة أو نصائح أو إرشادات بإذن الرحمن. ونسأل الله يا رب الخير للجميع. لو في أي سؤال للضرورة للإخوان يتواصل معايا على رقم الواتساب، سواء الرقم الواتساب السعودي أو المصري، تمام، موجود هنا في الوصف، دايما هتلاقوهم موجودين. مشكورين شكرا جزيلا، ونعتذر مرة أخرى للتأثير اللي بدون قصد. مشكور.